فرناندو كرة خاطئة، محاولة للهلال، تصويبة، الله الله، عادل هرماش، ولكنها على الطريقة البرازيلية، لكنها على الطريقة العالمية. عادل هرماش لتصويباته غابت من زمان، ويعود الزعيم ويعود البسمة لجماهيره من خلال هدف رائع، من خلال هدف خيالي، هدف كل ما تقول عنه من الوصف قول، هدف جميل، هدف رائع جدا لعادل هرماش من الانطلاقة واحدة، أخذها في الزاوية 90 وضعها على زاوية صعبة على وليد عبد الله، صعبة على وليد عبد الله، ولا يمكن أن يمسكها وليد عبد الله، وكرة رائعة جدا. عادل هرماش المغربي وقبل نهاية شوط المباراة الأول الزعيم يسجل أول أهدافه، يعيد البسمة اللي غابت الأيام الماضية عن جماهيره، وبعد ذلك ينتظر على شوط خلص الكرة وما كان في احتكاك. عاد واحد يقول لك لا تتدخل، في هناك عبد الرحمن الزين، محاولة جول، الهداف الحساس الخطير ويسلي لوبيز لا يمكن يترك مباراة وما يجي الشوط الثاني إلا ويقول. أقواله دائما تتأخر لكنها حساسة، أقواله دائما تتأخر لكنها مهمة للزعيم. جول ثاني للزعيم، الأمواج الزرقاء في المدرجات الآن روح وياها، المشاعر الهلالية كلها. جول ثاني للبرازيلي ويسلي لوبيز، يعاقب عطيف على ضياع الكرة، اللعبت بشكل رائع، ويا عيني على اللي حط الكرة. شوف الزوري لعبها بشكل رائع جدا، الكرات الطويلة سلاح، وكثرت الأسلحة الفتاكة اليوم. ونشوف الآن ويسلي لوبيز هداف دورينا ب8 أهداف، قالوا عليه خطير، قالوا عليه داهية داخل منطقة الجزاء بكل الإمكانياته الكبيرة. خطيرة على الجانب الآخر، محاولة ياسر الشهراني يدور على القرني يلعب كرة منقولة جميلة جدا، محاولة صوب، جول، الله يا كاسر، الله يا ياسر، هدف ثالث للزعيم، هدف ثالث للهلال، الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين ياسر القحطاني القادم من الزعيم إلى الزعيم في ليلة الوطن، يسجل ليلة خالصة للهلال، ليلة كاملة للهلال على المستوى، على الأداء، على النتيجة. أي إبداع نشاهده، أي إمتاع نشاهده، أي لمسات، أي نقلات هلالية، عادنا إلى الأذهان، عادنا إلى الأجواء الجميلة. جول هلالي ثالث، وبروعة ياسر القحطاني اللي يسجل هدفه الشخصي على ال3 دقائق المتبقية، يسجل الهدف الثالث، ويسجل اليوم هدف في مباراة اليوم.